أهلا بيكم في قناة وصفة من دهب. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنحضر مع بعض الجبنة التركي أو الجبنة الرومي بطريقة سهلة جدا من غير تعتيق ومن غير منفعة ولا ألوان صناعية، وكمان ولا خلاط ولا كبة، في حاجة واحدة بس على النار لمدة ربع ساعة وهيبقى عندك الجبنة التركي الجامدة دي. هنحضرها النهاردة بطريقة بسيطة وبتريكات هقول لكم عليها هتخليها زي اللي بنشتريها من بره بالظبط، نفس اللون ونفس الطعم كمان. ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم وتقولوا لي رأيكم. ومن فضلكم لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة والضغط على علامة الجرس عشان يوصل ليكم اشعار بوصفاتي الجديدة. شايفين الجمال؟ ان شاء الله تعجبكم. يلا بينا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. في طاسة على النار او حلة بقى زي ما انتوا هتعملوا هننزل فيها ب400 جرام من الجبنة القريش اللي هي الجبنة الفلاحي العادية اللي بنشتريها من السوق. تمام. هننزل عليها ب50 جرام من الزبدة الصفراء ولازم يكون لونها اصفر عشان تغنينا ان احنا كمان نحط لون على الجبنة بتاعتنا. وهنبتدي نقلب الزبدة مع الجبنة كده على نار هادية، وشغلنا كله هيبقى على نار هادية لحد ما تبتدي تنزل المية بتاعتها. تمام. وبعدين هننزل عليها بنص معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم او الكربوناتو اللي بنحطها على الطعمية يعني او الفلافل. تمام. هتبتدي تفور كده، ما نقلقش خالص، هي كده بتحلها من بعضها وبتنفشها كده، يعني بتخليها تنزل اي سوائل فيها. وبعدين هنستمر في التقليب، مش هنشيل ايدينا من التقليب خالص لحد ما يبتدي المية بتاعتها تقل. وهنروحوا ضايفين المكون السحري اللي هيخليها بطعم الجبنة التركي بالظبط، بهارات جبنة مشكل عليها بهارات جبنة، يعني اي بهارات جبنة عندك ممكن تحطيها. انا حطيت نوعين من بهارات الجبنة وعليهم معلقة صغيرة من الملح. وهنستمر برضو في التقليب لحد ما المية نبتدي نحس انها نشفت خالص، ما يبقاش فاضل غير الجبنة والزيوت اللي نزلت من الجبنة والزبدة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. ونحاول الطاسة اللي احنا هنشتغل فيها تكون الخامة بتاعتها تقيلة شوية عشان لا قدر الله الجبنة ما تلسعش مننا. تمام. شايفين انا بوريكم قد ايه الجبنه بدات ان هي الميه بتاعتها تروح خالص. واول ما نوصل للمرحله دي هنبتدي بقى نحط تمن من الجبنه التركي القديمه، ونحاول ان احنا نشتريها قديمه عشان يبقى الطعم معتق فيها. وهننزل بمعلقه صغيره من فلفل الاسود الحب، واللي مش حابب ما يحطش، بس احنا قلنا نكمل اللون والطعم وكل حاجه فحطينا معلقه صغيره من الفلفل الاسود الحب. وهنستمر في التقليب زي ما انتوا شايفين كده لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده بالظبط كده. والمية بتاعتها تكون نشفت خالص، مش عايزين نضيف المكون دوت غير لما تكون المية بتاعتها نشفت خالص. هنا عندنا نص كوباية من اللبن، عليها معلقتين كبار من النشا، وهنقلبهم حلو قوي 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 ونتأكد ان هو مفيهوش تكتلات خالص. وبعدين هنبتدي بقى نضيفه على الجبنة بتاعتنا واحدة واحدة، ايد بتصب وايد بتقلب. تمام. وهنبتدي برضو نستمر في التقليب، مش هنشيل ايدينا خالص زي ما اتفقنا لحد ما يتماسك بقى الجبنة بتاعتنا تتماسك مع بعضها زي ما هنشوف دلوقتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين هي لوحدها خدت اللون بتاع الجبنة التركي وبدأت ان هي تتماسك وبقى شكلها تحفة. قبل بقى ما نطفي عليها بحوالي دقيقتين 3 هنحط عليها معلقة ملح كمان علشان تحفظها وتدينا الطعم بتاع الجبنة التركي بالظبط. ولما توصل للمرحلة اللي انتوا شايفينها دي خلاص هنطفي عليها، ونبتدي بقى نجهز الحاجة اللي احنا هنحطها فيها. هنمسحها كده بنقطة زبدة من الجبنة التركي برضو، ونبتدي بقى ايه ننزلها فيها ونبتدي نضغط عليها زي ما انتوا شايفين كده. ولا محتاجة نحط عليها تقل، ولا محتاجة ان احنا نحط قبليها كيس عشان نعرف نطلعها، لا هي هتطلع معانا بكل سهولة. وبعدين هنحطها في التلاجة. انا سبتها حوالي كام ساعة كده لحد ما مسكت نفسها وقطعتها عشان التصوير، بس انتوا ممكن تسيبوها يوم او 2 في التلاجة وتبتدوا تقطعوها، هتديكوا نتيجة احسن من دي كمان. يعني كل ما هتسيبيها تنشف براحتها كل ما هتديكي شكل الجبنة التركي وريحة الجبنة التركي اكتر. وطبعا انت كده كده مش هتخلصيها كلها مرة واحدة، فلما هتقعد معاكي هتستطعمي بيها جبنة تركي احلى من بتاعة بره بكتير. شايفين جمالها؟ شايفين القرص عامل ازاي؟ قرص جبنة تركي ده ولا مش قرص جبنة تركي؟
وهنا بقى هنبتدي نقطعها عشان افرجكم عليها. شايفين جمالها عاملة ازاي؟ تحفة والله يا جماعة، وريحتها رهيبة. جبنة تركي بجد، من غير تضييع وقت ولا تعتيق ولا ألوان صناعية ولا نضرب في خلاط ولا في كبة. لأن كمان لما بنضربها في الخلاط أو الكبة ما بتديناش شكل الجبنة اللي انتوا شايفينه ده، بتبقى ناعمة قوي. ما بتبقاش فيها المسام والشروخات والحاجات اللي بتبقى في الجبنة التركي دي، أكيد انتوا فاهمين قصدي. لكن لما بنحطها على طول بالطريقة اللي أنا عملتها دي بتدينا شكل الجبنة التركي بالظبط. طبعا مع اللون ومع الطعم ومع الريحة، انسي بعد كده لو جربتيها مش هتشتري جبنة تركي من بره، هتعتمدي الوصفة دي ومش هتعملي غيرها. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. شايفين جمالها عامل ازاي؟ مش بتاخد وقت خالص في اعدادها، الوقت كله في ان انتي بتنتظري ان انتي تقطعيها، بس ما تقطعهاش وهي طرية. تمام. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ومع الف سلامة.